ازيكم حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض أكلة من الأكلات الشعبية جميل جدا. هنعمل العدس الأصفر بالخضار. الكهرمان تحفة، ريحته جميل جدا، خطير. بجد أكلة جميلة وبتشبع كده، ويعني بتأكل جنبها كده شوية خضار، شوية بتنجان مقلي بقى، شوية بطاطس مقليين، وتاكلي لما تشبعي. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ وصفتنا مع بعض. متنسيش بقى في الاشتراك. يلا بينا. أول حاجة عندي 3 حبات من البطاطس، وحبيتين من الكوسة، وكمان حبيتين من الجزر، وبصلتين كده متوسطين. هنجيب كده الكوسة بعد ما نقشرها طبعا ونغسلها كويس أوي، هو الجزر والبطاطس، ونقطعهم حلقات أو مكعبات اللي تحبي تقطعيه. كل ما بنقطعه صغير عشان يستوي كده مع العدس وما يغيبش في التسوية. بعد ما قطعنا الخضار بالشكل ده كله، شايفين مقطعه مكعبات ازاي؟ يعني تقطيع عشوائي مش بالظبط يعني، لان كل الكلام ده هيتسلق مع العدس. طيب بعد ما قطعناه كده، انا عندي طبعا العدس غسلاه، وبعد ما نقيته كويس قوي عشان بيبقى فيه بعض الزلط كده، بنغسله وبننقعه بس 5 دقايق كده في المية، عشان لو في حاجات رفيعة اللي هو بيبقى زي القشر بتاعه الصغير ده كده يطلع فيه المية. وبعد كده هاخد بقى الخضرة وهحطها كده على العدس. شايفين العدس بعد ما اتغسل واتصفى، هحطه كده في حلة، وهنزل عليه كده برتل من المية، وهرفعه على النار. هسيبه كده كل ما اقلب فيه كده، كل ما يبتدي يستوي كده ويخش يعني في التسوية، هوطي عليه النار عشان ما يشدش والكلام ده. بعد ما وطيت النار استوى بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين اتهرى ازاي؟ ده المطلوب، لازم يتهري علشان الخضرة تكون مستوية كويس قوي. هنجيب بقى الخلاط كده ونحط فيه العدس بالشكل ده كده. طبعا كمية العدس اللي انتوا حابينها، حابين تعملوا كيلو، نص، ربع، كوباية، أي حاجة، أي كمية بتبقى بنفس الطريقة. طبعا كل ما بنزود الخضرة والعدس، بنقلل الخضرة. بعد ما ضربته بقى بالشكل اللي ده، شايفين كهرمان يعني. بعد ما عملته بالشكل ده كده، هجيب بقى بنحطه على النار تاني. هجيب بقى كده مقلاية صغيرة، واحط فيها معلقه كبيره من الزيت ومعلقه من الثوم، واقدر اقلب كده بالكزبره الناشفه والكمون مع الثوم بالشكل ده كده. يا سلام على الريحه. واروح دلقه بقى طشه الثوم في العدس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حبه عدس بقى اجدع من اي لحمه، يعني تاكلوا طبق العدس اكنكم كلتوا كيلو لحمه. شايفين؟ لو شمينا بقى الريحه خطيره بجد. لو انتوا عملتوه بأمانة فظيع. تظبطوا بقى الملح بتاعكم وكده. وصفتنا انتهت. عملنا فيه طبق الكهرمان اللي انتوا شايفينه ده. اشوفكم بخير بقى في وصفة جديدة. الى اللقاء، باي باي.